السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وان هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم دائما في احسن الاحوال. مرحبا بالمتتبعات ديالي كاملين، مرحبا بالمتتبعات جداد اللي انضموا للقناه. كنقول لكم مرحبا بكم اللي دخلت اول مره. ما تنساش تخلي لي واحد الاشتراك باش دائما هكا يوصلها الجديد، وتخلي لي واحد التعليق اللي كيكون محفز فضلا وليس امرا. اليوم ان شاء الله غادي يكون واحد الروتين اللي خفيف ظريف. انا من عشاق الروتينات، كيعجبني هكا ندير هكا شي روتين ونصور. كيعجبني نتفرج في فيديوهات على اليوتيوب اللي كيديروا هكا روتينات ديال التنظيف، الطبخ اكيد. هنايا ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الروتين خفيف ديال نهار السبت. هنايا كان نهار السبت، قلت ضروري نجمع هكا المعينات، كل حاجه نردها بلاصتها. هذوك المعينات اللي تغسلوا بالليل غسلتهم بالليل وخليتهم كيتسقطروا. ايوا في الصباح، انا في الصباح بكري قلت بلاتي حتى نجمع دوك المعينات كاملين، ومن موراها غادي نبدا الفطور ان شاء الله. ومن مورا الفطور غادي نكون معروضه ان شاء الله لواحد اسبوع مغربي هنايا في كندا. قلت وانا بودا نبارطاجي معكم وتشوفوا الجو كيفاش داز، تشوفوا الاجواء كيفاش دايره هنايا. صراحه كلشي داز زوين. المهم بلا ما نحرق لكم المراحل، ان شاء الله غادي نشارك معكم اولا نبارطاجي معكم الروتين كيفاش داير. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور. وملي كنقولوا الفطور ضروري من الحسوه. هنا كما كتشوفوا وجدت الحسوه في الصباح بكري، لان حنا ضروري في الغالب، يعني في الغالب كنديروا الحسوه. والناس ديال الجنوب كيعرفوا هذا الشيء بزاف بزاف. ما كرهتش البنات في لي كومونتير اللي من الجنوب او اللي في اي منطقه في المغرب واش كيديروا بحال هكا، مثلا الحسوه او الحريره او الاسكيف كما كنقولوا لها حنا بالشلحه. هذه هي البنات مغذيه، شي حاجه اللي زوينه بزاف تبدا بها الصباح ديالك، الفطور ديالك. وفي الغالب في الغالب ماما كانت كتقادها لينا في الصباح بكري مع الفجر. كنكونوا كنشربوها، ومن موراها كنشربوا اتاي اولا الحليب اولا، المهم على حساب شنو كان على حساب النهار. المهم هذا النهار درت فطور بلدي درت هكا الحسوه في الصباح تفطروها، ووليداتي صراحه كتعجبهم بزاف لانني ولفتها ليهم كتعجبهم. هادي بحال هكا ديال التشيشه اولا كتاخذ شويه ديال الوقت، ولكن فاش كنكون مزروبه كندير هكا غير الحسوه ديال الشوفان. وكندير اضافات اللي كتجي بنينه بنينه بزاف، حيت كاين بعض الناس اللي ما كيعجبهمش الشوفان. كندير مثلا كنزيد ليه الكمون في الاخير ملي كطيب، اولا كندير النافع، كندير حبه حلاوه. حتى بالنسبه هكا للحسوه كنضيف هاد الاضافات هادو. كتجي كما قلت لكم حسوه اللي كتكون بنينه صحيه. ومن الاحسن بحال هكا ندخلوهم في النظام الغذائي ديالنا، لان الناس بكري ديال شحال هادي كانت الماكله ديالهم صحيه. ما كانوش كيعانيو القليل اللي كان كيعاني من امراض اللي ولينا كنشوفوها دابا حاليا. فعلاش لا نبقاو ندخلوا بحال هذا النظام الغذائي في حياتنا. المهم انا كيما شفتوا صوبت هكا واحد البريريت ديال اتاي، ودرت فيه هكا شويه ديال فليو، شويه ديال الورد. المهم كل مره شنو كندير فيه، لان قليل فاش كنشري هكا النعناع اولا الشيبه كيبقى كيضيع ليا. بحال دابا هاد النهار ما كانش عندي صراحه، درت غير هكايا شويه ديال فليو. ومن موراها درت هكايا لومليت مع داك البريريس ديال اتاي وهكا خبيز. الوليدات الصغار صراحه كيحماقوا على شي حاجه سميتها لومليت، وحتى حنايا الكبار. المهم هذا ما كان البنات هكا داز الصباح ديالنا، وهكا داز الروتين ديال الصباح.
وهنايا طلعت باش نوجد راسي انا وبنتي، لاننا كنا معروضين بالنهار، معروضين للغدا. هنايا خديت القطن ديالي اولا القميص ديالي اللي كانت صوبات ليا ماما الله يخليها ليا في السبوع دابا راه عام هادي هو محطوط. كما قلت لكم راه حنا راه قليل قليل فين تيكونوا هكا شي مناسبات اللي كنتلاقاو فيهم اولا كنفوجوا فيهم شي مرات، غير الا كنا تلاقينا بيناتنا هكايا مجموعين كنلبسوا هكا قفيطنا، لبسوا جليلبات، المهم كنتوحشوا نلبسوا كل ما هو يعني كل ما هو تقليدي، لان قليل فين كنلبسوا هنايا. وهنايا راه ما غاديش نلبس هاد القفطان من دابا حتى نمشي عندها للدار وغادي نلبسو، لان تلج تبارك الله، وكان الغيس يعني كان الثلج كيدوب، وكان الغيس الا لبستو غير غادي نوسخو. لبست حويجاتي عاديين، ومن موراها مشينا عند صاحبتي ندوزو معاها هذيك العشيه هذيك اللي دازت اكثر من رائعه. وكما كتشوفوا هذا هو الجو ديالنا ديال هذا النهار. كانت البارح كانت واحد لا طومبيت، كانت عاصفه لدرجه الوليدات ما قراوش، وشي بلايص كانت الطريق مقطوعه. والغد ليه كما كتشوفوا هنايا راه السبت، شوفوا الطريق كي ولات كلشي الناس غاديين بحال ما كاين حتى شي حاجه. وهذا النهار كان الجو زوين لدرجه ان الثلج بدا كيذوب المهم تيتغيس بحال هكا ملي تيكون درجه الحراره كتكون يعني هابطه، الثلج كيذوب تيولي داك الغيس. سبحان الله، هاد التقلبات المناخيه اللي ولاو هنايا في كندا، مره تيكون الثلج، مره تتكون الشتاء، مره البرد قاصح، مره تيمشي داك البرد ما عرفتش. ولكن هادشي يعني في العالم كامل، لدرجه حتى حنا في المغرب راه داك الثلج اللي طاح مؤخرا في الجبال، يعني بلايص اللي شحال هادي ما طاحش فيهم الثلج، وكاين بلايص اللي ما عمر طاح فيهم الثلج وطاح. راه صعيب بحال البنات الله يعاونهم مساكن، يعني راه تكرفصوا ديال بصح. باش كنشوف بحال دوك لي فيديو تنقول زعما الله يعاونهم، لان شوفوا غير حنايا كاينين الامكانيات، يعني كيطيح الثلج غديه في الصباح كتلقى كلشي مجموع، كلشي مقاد عساك هما مساكن، يعني الله يعاونهم الله يعاونهم صراحه. راه ما سهلاش والله يدير شي تاويل ديال الخير، لان يعني فاش كيكون الجو بحال هكا وتيكون البرد راه صعيب الحال، والناس مساكن الناس ما عندهمش اللي في القرى اللي في الجبال، يعني غير باش يدفاو ابسط الوسائل ما كاينينش. شي حاجه اللي يعني قاصحه. هادشي اللي كاين البنات. المهم بقاو معنا حتى تكملوا معايا الفلوق ان شاء الله، وما تمشيو فين، هانتوما معايا. وكان هذا هو البوفيه اللي درت لينا صاحبتي في السبوع ديال بنتها، تبارك الله عليها ما شاء الله عليها. هنايا الحليوات ديال دوازاتاي ديال اللوز، وهادو ديال السفوف مع الشكلاط بواحد التقديم اللي راقي وزوين بزاف، تبارك الله عليها حتى هي ما شاء الله عليها عندها ما تقول. هنايا التمر حتى هو قداتو عمراتو اللي فيه الكركاع مشماش البيستاش، واحد المذاق اللي خيالي. هنا راه جيت مع طلا هادشي لحقت صورته. هنايا الشوكولا اللي قادت حتى هو في هذا ديال في هاد الكويسات هادو. المهم داكشي تبارك الله ما شاء الله. الحليب حتى هو قداتو، استقبلتنا بالحليب والتمر الله يعطيها الصحه. وكان هذا هو البيفي ديالها، وكنقول لها تبارك الله عليك، عارفه غادي تشوف الفيديو ديالي، وكنقول لك مبروك والف مبروك، والله يكبر البنيته في طاعه الله ان شاء الله، والله يحفظ وليدات كاملين يا ربي. وما كرهتكمش نتوما تباركوا ليها في الفيديو وتقولوا ليها مبروك الزياده، وراه غادي تشوف التعاليق.
ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله كبرات بينا صاحبتي في السبوع ديالها كما كتشوفوها نتوما بسطيله ديال الحوت. الله يعطيها الصحه، جات غزاله ما شهيتكم. وسمحوا لي اللي محمد سمح لي بزاف بزاف، ولكن صراحه جات رائعه واكثر من رائعه. ومن مورا البسطيله ضروري من هكايا اللحم اولا المهم على حساب كل واحد شنو كيدير. هنايا درت اللحم بالبرقوق والمشماش ومزوقه هكا بالقرقاع واللوز. الطبق اللي معروف عندنا حنايا في المغرب هو اللحم بالبرقوق. المهم كانت واحد الجليسه اللي زوينه زوينه بزاف، نشطنا فيها فوجنا فيها، وكان كل شيء بنين، كل شيء زعما كل شيء هو هذاك. كنقول لك الله يعطيك الصحه وتبارك الله عليك. المهم هذه هي الطبق اللي كانت حطات لينا، ومن موراها الديسير. المهم درنا داك الشيء تقليدي، ما كاينش الديسير هو الاخر. كما كتشوفوا هكا الديسير، ومن موراها هكايا الحليوات دوازاتاي مع هكا كويس ديال اتاي اللي كنخليو حتى الاخير. وجلسنا هكايا وفوجنا شويه وجمعنا مع بعضياتنا. وكان هذا هو الفلوق ديال اليوم. كنقول لكم شكرا بزاف، والى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.